السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم بين السطور. قبل ما نبدأ بغيت نشكر من القلب جميع المتابعين الأوفياء وكل واحد انضم مؤخرا لهذه القناة. جزاكم الله عني كل خير وبارك الله فيكم، وكنتمنى نكون عند حسن ظن الجميع. في هذا الفيديو هذا جيت نتكلم لكم على واحد الموضوع حساس عند بعض الناس. هذا الموضوع هذا كل واحد كيهضر عليه بطريقته، وكل واحد كيتكلم عليه من وجهة نظر ديالو، كل واحد كيفاش كيبان له. هذا الموضوع هذا اللي هو زوجة الأب. وأنا هنايا ماشي باش ندافع على زوجة الأب أو نهاجمها. إذا خليونا نفتحوا هذا الملف هذا ونفهموا مزيان. أول سؤال اللي خصنا نسولوه لراسنا هو: علاش بمجرد ما كتقال كلمة زوجة الأب كيولي الحكم عليها أنها مرا خايبة، أنها ظالمة، أنها ما كتسواش، أنها قليلة الأصل، أنها كتعدى على ولاد راجلها؟ واش بصح كل زوجة أب كتكون بهذه المواصفات أو بهذه الصفات اللي ذكرت؟ واش بصح كل زوجة أب في العالم كتكون ظالمة، أو أن المجتمع هو اللي رسم لها هذه الصورة وصدر عليها الأحكام؟ أولا، التعميم هو لغة الجهلاء، إذا لا للتعميم، لأن زوجات الأب في كل مكان في أي بلاصة في العالم يعني ماشي كاملين بحال. فيهم المرأة اللي كتخاف الله وكتعامل مع أولاد الزوج ديالها بما يرضي الله، وكاين يعني سواء كان هذاك الزوج حاضر ولا ما كانش، يعني سواء كان قدامها او غايب، يعني دائما كتعامل مع دوك الوليدات بما يرضي الله، كتراقب الله عز وجل، يعني كتربي، كتنصح، كتوجه، كتوقف مع الوليدات في القرايه ديالهم، كتعطيهم نصائح، يعني وكذلك كتفرح ليهم الا كانوا فرحانين، وكتفرح النجاحات ديالهم والانجازات ديالهم. كذلك كتحزن وكتقلق فاش كيكون عندهم شي مشكل ولا شي هم، فكتهز هذاك الهم. يمكن تعطيهم من الحنان نفسه اللي كتعطي لوليداتها. وكاينه اللي ما كتخافش الله، يعني هنايا كاينه في المقابل زوجة الاب اللي ما كتخافش الله، اللي كتظلم الوليدات، اللي كتسيء ليهم، اللي كتعدى عليهم، وهذا الشيء راه ما يمكن ليناش نكروه. اذا اللي خصو يتقال اخوتي هو ان زوجات الاب فيهم الصالحات وفيهم الطالحات، فيهم اللي كيخاف الله وفيهم اللي ما كيخافش الله، يعني بحالهم بحال اي فئه في المجتمع، فيهم المزيانين وفيهم الخايبين، فيهم ولاد الاصل وفيهم قلالين الاصل. فالمشكل هو ان المجتمع ديالنا ما كيشوفش هاد المرأة زوجة الأب، المرأة الصالحة، ما كيشوفش الخير اللي كدير، ما كيشوفش داك الصبر اللي كتصبر، ديك التربية اللي كتربي لوك الوليدات، هذيك المعاملة ديالها الولاد الزوج ديالها، ما كتبان المعاملة المزيانة كنهضر عليها، ما كيشوفوش لي هذيك المعاملة. دائما كتبقى دائما كتبقى يعني عند بعض الناس لقب زوجة الأب، ديك الزوجة الظالمة، ديك الزوجة اللي كتعدى على الوليدات، ديك الزوجة اللي ما كتسوى ما كتصلح. يعني هاد الصورة رسمينها ليها وبقات في المخيلة ديالهم، يعني واخا دير اللي دارت ما كيبانش ليهم. هنا كيوقع الظلم، هنا كنكونوا كنظلموا، لأن الحكم ما كيكونش على اللقب، على أنها زوجة الأب، حنا كنحكموا على الأخلاق ديالها، على المعاملة ديالها. وحاجة أخرى خوتي اللي خصنا نفهموه مزيان، أن زوجة الأب يعني مهما كانت صالحة، مهما كانت يعني لطيفة مع دوك الوليدات وكتعامل مزيان، فما عمرها غتكون أم بديلة. يعني فعلا كتعامل مزيان مع الوليدات، كتنصحهم، كتوجههم، ولكن ما يمكنش نعتبرها أم بديلة، ولا مثلا تجي تعمر بلاصة الأم ديالهم في القلوب ديالهم وفي هذا، لا، ما يمكن ليناش. وهي كذلك ما خصهاش تكون بديلة، ولو يتفرض عليها أنها تكون بديلة، ويصوروا الوليدات على أن مثلا مهم إلا كانت في الحياة
مثلا كانت في الحياة كان وقع الطلاق يقولوا لا راه هذه هي امك وهذيك نساها، لا. او مثلا الا مات باش حتى الذكرى ديالها تموت في نظر الوليدات، لا. اذا ما خصهاش تكون بديله، وما خصش تفرض عليها انها تكون ام بديله، لان الام كتبقى ام، المكانه ديالها محفوظه. ولكن هذا الشيء ما كيعنيش اننا نظلموا زوجة الاب ونرفضوها من غير سبب. فالعدل كيقتضي اننا نحكموا على الانسان بالافعال ديالو ماشي بالصفه ديالو. في الاخير انا ما كنقولش ان كل زوجة اب مظلومه، وكذلك ما كنقولش ان كل زوجة اب ظالمه. انا كنقول ان الانسان ما كيتحاسبش على اللقب اللي عنده، ولكن على الاخلاق ديالو، على الافعال ديالو. فإلا وصلتكم اخوتي الرساله، فبغيتكم في نهاية الفيديو تخليوا لنا تعليق اللي تنم على الأخلاق ديالكم. وشكرا لكم على حسن الاستماع، ونتلقوا إن شاء الله في فيديو جديد وموضوع جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.